محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الغيرين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة محروسة. صاحب البيت هو صاحب البيت، احنا كلنا ولاد مصر، انما انا بقصد على مديريه التنظيم والاداره بالاسكندريه. افتكر من اوائل الاعلاميين اللي قالوا يعني ايه تنظيم واداره كان جريده المواني، وكنا وقتها في قناه صوت العرب، لكن احنا في قناه جديده النهارده. عايزين نقول لحضرتك اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين ومنورين تنظيم واداره اسكندريه، ودايما كده متالقين. دايما انت اللي متالق وشخص طيب وودود والناس كلها بتحبك. ربنا يجازيك خير ويبارك لك. استضفتنا النهارده عشان تطلع ما في جعبه الاسره المصريه من انتاج اقتصادي يعينهم على كدح الحال الموجود. وفي الحقيقه احنا بنحاول دايما نساعد الناس، طبعا احنا مسؤولين عن التنظيم والاداره في اسكندريه وعن الموظفين، فبنحاول نطلع كل الطاقات اللي موجوده عند الموظفين. ما تقلقوش ربنا موجود، ما تقلقوش، بس اعملوا اللي عليكم. طبعا هم عاملين شغل ممتاز جدا في المعرض، وجايبين حاجات جميله جدا وشغل يعني محترم قوي قوي، يعني ينفع تصدير كمان. يعني صدقا انت لما هتشوف الحاجه هتلاقي حاجات بسم الله ما شاء الله يعني تنفع تصدر بره، يعني مش مجرد انتاج محلي او حاجه. تخلص بس الحرب على خير والدنيا ترجع زي الاول وترجع الصادرات المصريه كمان. كان معنا الاستاذ خالد رمضان وكيل وزاره التنظيم والاداره بالاسكندريه، شرفت قناتنا وبرنامجنا. ربنا يبارك في حضرتك. محمد بيه عيسى، امين عام مساعد العمال والفلاحين، محافظه الاسكندريه، حزب مستقبل الوطن، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ سلام. حضرتك مش بس عارض، مش جاي كساسه، حضرتك جاي كمان كمواطن مصري، نائب رئيس الصناعات الكيماويه. فايه راي حضرتك المؤتمر النهارده دفعه وورقه امل للاسره المصريه في ظل ما تعانيه من كدح وغلاء وغيره، لان احنا هنقاوم ونقوم ببلدنا، ولا ايه وجهه نظر حضرتك؟ والله ده الوقت الاكيد والهام في الوقت ده اللي احنا كلنا نتكاتف. شفنا الايفنتات اللي تمت كتف في كتف، فده الوقت الاكيد اللي احنا كلنا بايد واحده. وانا سعيد النهارده بوجودي احنا اللي اسعد يا فندم. الله يخليك يا فندم. في وجودي النهارده ومع القيادات والقامات المحترمه، استاذ سحر سليمان المنظمه ويحيى بيه، بوجود النائب ابا ابو كليله والشخصيات المحترمه دي، والدكتور محمد محرم. فانا سعيد، وده الدور اللي احنا والوقت اللي احنا كلنا نتكاتف فيه ونبقى موجودين دعما للدوله المصريه في الوقت ده. ان شاء الله هنجدك بعد بكره في ايفنت اخر، ولكن بحزب مستقبل الوطن. ممكن تكلمنا عنه سريعا؟ بعد بكره والنهارده وكل يوم احنا موجودين، طالما دولتنا محتاجانا احنا لازم نكون على قدر من المسؤوليه، ونكون موجودين ومدعمين لكل حاجه ايفنتات بتتعمل لصالح الدوله المصريه. سامعيني الكلمه عامله ازاي، جميله قد ايه. شكرا يا استاذ محمد، وفي اللقاء القادم ان شاء الله لينا برضه حلقه ساعتين وساعات ان شاء الله. شكرا يا فندم. الجديد وسيوه لسه الشهر اللي فات 110 فرع في حوالي 19 محافظه على مستوى اسكندريه. ايه المشروع ده بيعمل ايه؟ المشروع ده لو انت عايزه قرض الريت بتاعه قليل جدا، ما بيزيدش يمكن 8% او 9%. واقول لكم ايه مزاياه؟ حضرتك بتتقدمي بس بالبطاقه الشخصيه اللي هو الرقم القومي، بتروحي للفرع اللي انت فيه، هل يا ترى تبع مثلا خوص، تبع ابو قير، تبع احنا هنا في اسكندريه حوالي 13 14 فرع. بتروحي بيه الكارت الرقم القومي،
بتقعدي مع المسؤول اللي هناك بيقول لك انت ايه عايزه ايه؟ تقول له مثلا عايز اعمل تطريز، عايزه اعمل حاجه زي كده، عايزه كده كده. يقول لك طيب مكن، الله ينور عليك. واحد ابنك عايز يعمل، انا عايزه مكنه. اتفضل. واحده زي جت عملت مكنه النهارده ما شاء الله كان ومشغل بيشتغلوا فيه. فبقول لحضرتك يا فندم ده بيبقى بيجي ياخد القرض ده له حاجات من اول 1000 جنيه على الجزء لغايه 20000 جنيه، ده بدون اي حاجه ولا بدون اي ضمانات وبدون اي حاجه. اللي ياخد بتاخد بتيجي تقعدي مع المندوبه او السكرتيره يقول لك تعالي وريني، فبينتقل يجي لسعادتك يشوفك انت كلامك مظبوط ولا لا، بيسال حواليك الناس. انت 150000 اللي بيطلع العائد يا سياده النائب بيزود البيع عشان بس تبقوا عارفين، مش ارباح بتتزود ولا مليم اطلاقا. الجهاز المركزي للمحاسبات والدوله كلها بتبقى ايه مراقبه هذه المشروعات. فانت حضرتك مثلا جيت قلت والله انا عايز اعمل مشروع مكياجات وشويه حاجات في البيت، اوكي بتكتبي معاهم عقد وبتاخدي الفلوس من 5000 لغايه 10000. خلاص افرضي بقى واحده جايه كانت موجوده وعايزه تطلع بقى ل 25000 ل 30000، يبقى ده لازم ايه؟ لازم الدوله هنا تاخد حقها ست. لازم يبقى لك سجل تجاري بقى، يعني سجل تجاري بسيط بس عشان الدوله تاخد حقها. لازم يبقى لك بطاقه ضريبيه، لازم يبقى لك مكان في البنك، واخد بالك عشان تاخد لغايه كام؟ 500000 جنيه. هو ده بقى الدوله بقى تاخد حقها عشان يبقى ايه؟ مش الاقتصاد بقى لايه؟ ده الاقتصاد الموازي، لا الصغيرين على عيننا وراسنا دول بيكسبوا، الله ينور عليك، دول يوكل اللي بيعملوا التجاري لغايه كام عندها؟ لغايه 20000 جنيه. لغايه 20000 اكتر من كده لا بعد 20 الفايده بتاعتها كام؟ الفايده بتاعتها كده انا هقول لكم كل حاجه بقى، انا سيبوني بس اتكلم. الفايده بتاعتها من 9 ل 10%. خلاص؟ وعندك حاجه للسداد لان ده مبلغ بسيط، يا اما تسددي كل اسبوع يا اما تسددي كل شهر. مظبوط بالفايده ده. طيب ايه ميزه البتاع؟ ميزه المشروع ده ان لا قدر الله لو الست او الراجل توفى، نمره واحد احنا بنديله مصاريف الجنازه بالكامل. نمره اثنين اذا اللي دفعوا كله اتفضل دي حقيقه روح هتشوف، انا مش بتكلم مثلا ياخدوا كله، اللي عليه يتقطع ونقول له خلاص بقاء لله. شوف يا ست بقول لك يا ست مش هزار عشان هتشوف. خد بقى الحاجه الثانيه، الحاجه الصحيه، بيطلع لك بطاقه وهو بيمضي معاك العقد بيديك بطاقه ست نائب، بطاقه صحيه عشان لا قدر الله لو الراجل هو او مراته او اولاده حصل لهم حاجه بيروح يتعالج في اماكن معينه وبيصرف الدواء. ده يعني ده بقى استكمالا لدور الدوله في فرض مجموعه من حزمه الحمايه الاجتماعيه. تماما. اعتقد ده نموذج مشرف جدا بنحيي فيه جمعيه رجال الاعمال الاسلاميه. فعلا يعني زي ما بقول سياده النائب، انت حضرتك مثلا بتيجي تاخدي قرض، انت مسؤوله من كام؟ من اقل 3 اللي هو جوزك، اقل هنقول 2 يبقى اضربها 4 في 650000 يطلعوا 3 مليون ونص. يعني 3 مليون ونص بعد ربنا الجمعيه مسؤوله عنهم علشان تاخدوا هذا المبلغ. احنا لو عندنا مثلا عايزين نعمل بطاقه صحيه ولا حاجه او عشان يبقى المشروع بتاعك عند ال 20000 هتخش طبعا في كل الاجراءات. بعد ال 20 زي ما قلت سياده النائب وانا بقول 20000 انت بتاخديه كده زي قرض حسن كده. هو بعد دكتور محمد بعد اذن حضرتك من الجمعيه يتم توزيعها لسه المعرض النهارده وبكره وبعد، فمن النهارده بالليل او بكره الصبح ان شاء الله بعد اذن معاليكم ممكن ناخد من الجمعيه عدد من البروشورات يتم توزيعها عليكم تمام. واحد. انت عارف المكان تحت أمرك. المكان تحت أمرك. اداره المشروع 54 او 53 طريقه حريه شارع فؤاد. تمام. روح خد البروشور وكده. تعليمات اما احنا سياده النائب حوالي مش عارف كام، بقول سيادتك 110 فرع. انا لسه فاتح قول لهم يا محمد بيه راس مال الجمعيه اللي بيتم يعني عارفين في الشهر مش عايز ما انا بقول قول لهم لا قول لهم الشهر الواحد بندفع كام مليون؟ كام مليون في هذه العمليه؟ 500 ل 550 مليون شهريا. في السنه 12 انا مليار. مش عايز اقول اقوى، هي اقوى جمعيه رجال اعمال في الجمهوريه وفي وسط الناس واقتحاما، لان الراجل الطيب ده ما بيحبش يسيب ناسه اللي انتخبوه. اهلا وسهلا بيك ايهابي ابو كليله عضو مجلس الشيوخ. اهلا وسهلا يا فندم، انا اتشرفت بسيادتك. نورت مش بس المعرض، نورت برنامجنا ونورت مصر كلها. تسلم يا فندم، تسلم يا فندم. حضرتك شايف ايه النهارده؟ بصراحه انا شايف طبعا يعني في الاسر الريفيه والاسر المنتجه عامله معرض اكثر من هايل واكثر من رائع. انا شايف ان هذا المعرض يجب ان هو يتم تسويقه بشكل جيد بالتنسيق
مع مديريه الزراعه والجهات المعنيه المختلفه. انا يمكن قدمت النهارده مش مديريه الزراعه بس، مديريه التنظيم والاداره كمان. الاداره احنا في ضيافه مديريه التنظيم والاداره، بشكرهم على استضافه الايفنت دوت، وان هم طبعا دعوا كبار رجال الاعمال في اسكندريه. احنا عايزين نقدم الدعم لكل الاسر المنتجه. كل مرأة بتسعى انها تطور من نفسها، وان هي تسعى جاهدة ان هي تكون مصادر دخل اضافية لأسرتها. يجب ان احنا نقدم لهم الدعم سواء المعنوي او المادي. حقيقي طبعا انا شايف منتجات مختلفة، سواء كانت غذائية، سواء كانت اكسسوار، ملابس، حاجات كتير جدا. حتى فوانيس رمضان موجوده النهارده جدا. وحضرتك كمان شايف كمان في افكار تدوير الاقمشه القديمه والحاجات اللي هي ممكن تترمى في القمامه، لا ده استخدموها وطوروها وعملوا منها الصين بقت منتج عظيم بنفس الطريقه. انا حقيقه يعني فخور جدا جدا بالمشهد الرائع اللي كل امراه مصريه قدمته في هذا المعرض المحترم. وحضرتك كبرلماني ايه اللي مطروح تشريعه خلال الايام القادمه؟ والله احنا عندنا يعني عده تشريعات معروضه على مجلس الشيوخ لدراستها. احنا يمكن على المستوى طبعا قانون العمل احنا ناقشناه من فتره قريبه جدا، وطبعا هذا القانون سيكون له يعني اثر متميز جدا في حياه العمال وحقوقهم. ان شاء الله طبعا يعني احنا بنقدم طبعا دراسات كثيره جدا في مجلس الشيوخ، باعتبار ان انا عضو مجلس الشيوخ، ومعنيين بالاثر التشريعي والتطبيقي للقوانين من خلال طلبات مناقشه ودراسات قانونيه بتناقش في اللجان المختلفه، عشان نقدم دراسه حول ما يجب ان يكون في التشريعات الحاليه وما يجب ان يتم تشريعه في المستقبل. وبعد تشريف المعرض اليوم وعرض امكانيات الاسره المنتجه المصريه، نجد جمعيه رجال الاعمال طرحت النهارده طرح عظيم جدا لابد من الانتباه له. دكتور محمد محرم نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا اخ اسلام، وانا سعيد دايما ان انا اكون معاك في الحاجات المهمه اللي بتخدم المجتمع، بالذات مجتمع اسكندريه. فندم حضرتك النهارده قلت مفاجآت، الناس النهارده اتخضت، ما كانش عندها معلومات عن الامكانيه، كانت بتسمع جمعيه رجال الاعمال وامكانياتها العظيمه وتقديماتها، بس كعاده المواطن المصري هنوصل لهم ازاي؟ دول بعاد عننا، انما حضرتك فرشت البساط بشكل هادي، ممكن تدينا تلميح بسيط؟ انا يا استاذ اسلام قلنا في على مستوى الجمهوريه في حوالي 115 فرع على مستوى الجمهوريه، منتشرين على 18 او 19 محافظه على مستوى الجمهوريه. هذه الفروع بتقدم قروض بريت بسيط جدا بمعدل بسيط للاسر المعيله والاسر المنتجه والاسر المحتاجه عشان تبدا مشروع صغير. الله ينور. المشاريع دي بتبدا من 5000 جنيه لغايه 20000 جنيه، ده بيبقى قروض ميسره وقروض سهله بحيث تبدا مشروعك حتى لو ما عندكش امكانيات خالص، خد وابدا. بالظبط يا فندم، وده اللي احنا محتاجينه فقط، اللي هو الكارت، البطاقه، الضمان البتاع بيطلع في خلال بالظبط 48 ساعه. 48 ساعه قرض في 48 ساعه، يعني شفنا رجال اعمال مليارديرات النهارده بدات بمثل تلك الانواع من القروض. اما بعد كده لو عايزه تطلع بقى من 20,000 لغايه 500,000 جنيه ده بيحتاج هنا بقى عشان الدوله تاخد حقها. لازم يكون في سجل تجاري، لازم يكون في بطاقه ضريبيه زي ما حضراتكم عارفين، لازم يكون في دراسه جدوى، لازم يكون في مكان عشان يقول فيه هذا الكلام كله. ومن هنا بقى بتاخد حضرتك 50 100 150 على حسب دراسه التقييم اللي جمعيه رجال الاعمال بالظبط اللي بتقوم بيه، وبرده بحاجات هنا. بس عشان بنتكلم على كده، لا احنا لنا نظره اجتماعيه اهم. ايه هي يا فندم؟ ان الراجل ده لما بيجي ياخد القرض ولا قدر الله تعثر او جرى له وفاه او حاجه، هنا الجمعيه بتديله مصاريف الجنازه لاهله بالكامل، وبتعفيه من المصاريف. يعني ما تقلقش بعد الشر لو توفيت، ما تقلقش على اهلك من بعدك، لا بيعفوك من انت بقيت في حضن الدوله دلوقتي. بالظبط، وبيعفوك وبيدوا لك الحاجات اللي انت اخدتها قبل كده بيدوها لك. اظن ما فيش، بالاضافه لرعايه صحيه طبعا. بيعملوا رعايه صحيه بحيث ان سعادتك بتقدم بتاخد كارت صغير، كارنيه صغير، بحيث لما بتعيا ولا حاجه بتروح تكشف في اي وحده صحيه وبيدوك الدواء بموجب هذا افتكر ده افضل الدعم لفخامه الرئيس في مشروع
مشروع سنه 2018 بالظبط. كان مشروع التامين الصحي كان الاساس. بالظبط يا فندم. دكتور محمد محرم، دولة يا فندم وكده. النهارده احنا كان نفسنا في لقاء اطول من كده واحسن من كده، اوعدنا بقى فيه المره الجايه. تحت امرك في اي وقت وفي اي مكان، انت راجل فاضل وراجل محب لمجتمع اسكندريه، وانا تحت امرك على طول. وانت اخونا وحبيبنا واستاذنا يا فندم. شكرا دكتور محمد محرم. طيب دور الاعلام النهارده ليس مغتفلا ابدا. لو اسلام الغنيمي هو اللي كان موجود دور الاعلام موجود، انما انا جبت لكم بقى ايه، مستشار وزاره الاعلام، استاذ اعلاميين غرب الدلتا الاستاذ احمد طنطاوي. الاسكندريه قبل غرب الدلتا يا فندم. خلاص، الاستاذ الكبير احمد طنطاوي شيخ اعلامي جمهوريه مصر العربيه، وكما عرضناه هو اول من ابتكر فكره الاعلام المحلي. نبدا بسعادتك، ايه رايك في معرض النهارده؟ المعرض جميل جدا، اسعار جميله، ناس كلها حب كده في خدمه الوطن، وهو ده الاسر المنتجه الفعليه فعلا. عجبني جدا الفكره النهارده. لو حضرتك سمعت العروض اللي جايه لهم بتنهال وكأن هم زباين والدوله بتقدم سلع. تعالوا خدوا قروض، تعالوا خدوا الخدمات. سياده النائب ايهاب ابو كليله، حزب مستقبل الوطن، حزب الوفد، اسماء ضخمه موجوده النهارده للتواجد ودعم الاسر الموظفين. بيقولوا لهم ما تخافوش، الاسعار غاليه بس احنا معاكم، الاسعار غاليه بس احنا في ظهركم. ايه راي حضرتك؟ والله من النظره الاعلاميه يا احمد. من النظره الاعلاميه انا بشوف ان لازم يتعمل نشره اعلاميه، نشره تتعمل باسم التنظيم والاداره، يوقع عليها معالي وكيل الوزاره، معالي وكيل الوزاره، وزير التنميه الاداريه، ويوقع عليها ايضا المسؤول عن المعرض طبعا، وكل اللي هم اشتركوا في المعرض. النشره دي هتقول كل اللي حصل النهارده، تمام، وهتقول المعرض ايه اخباره، وتعملوا لقاءات كده مبسطه جدا مع كل قسم، كل بريتيشن موجود في المعرض. هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله. وفي النهايه بتنزلوها في فيسبوك، في السوشيال ميديا وفي الصحف طبعا، وفي قناه الاسكندريه، ويا ريت تبعتوا للقاهره ان شاء الله. عشان القاهره طبعا ممكن تبقى اسكندريه بعيده، بس في فقرات مخصصه لاسكندريه. تمام. للاسف الاسكندرانيه مش مستغلينها. تمام. فدي حاجه بتحزنني. عن طريق معاليك مستشار الوزاره وتساعدنا بقى فيها ان شاء الله. ما كانش صاحب الموضوع موجود يفشل الموضوع. تمام. خدت بالك؟ هو وكيل وزاره التنظيم والاداره ووكيل وزاره الزراعه، الجهتين المنظمتين للمعرض. وحضرتك تسانده في ان الكلام ده يوصل للقاهره ويوصل في اسكندريه. يعني احنا النهارده مش بس بنتعلم اقتصاد وازاي الاسره المنتجه تطلع من تحت لفوق وتطلع اسرتها مش هنقول الغنى لتيسر الحال، ده احنا بس كمان اتعلمنا من استاذنا الكبير درجه من درجات الاعلام اللي حقيقي والله انا ما كنتش اعرف عنها حاجه. شكرا جدا. لا، وفي حاجه اتفضل يا فندم. بعد اذنك. في حاجه كمان، ان كل اللي قاله رئيس جمعيه نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال دكتور محمد محرم، الدكتور محمد محرم، لازم ينزل في المنشور. هيحصل ان شاء الله. وكده يبقى المنشور شامل بتناول كل الكلمات، والكلمات اللي انتوا سجلتوها، يبقى كده منشور متغذي. عارف يعني مليان على ابوه. مليان على ابوه. فلو كان كده المعرض ان شاء الله ينجح ان شاء الله. وانا اللي عليا اللي انا ممكن ابعت لكم ناس، بس مش اكتر. يعني في احسن من كده؟ في احسن من كده؟ مفيش احسن من كده. استاذه، واقول للناس كلها اللي هي موجوده عندي والموجوده في الاعلام والموجوده في مختلف الجهات، ان في حاجه جميله اسمه معرض التنميه الريفيه والاسر المنتجه موجود في تنظيم الاداره ان شاء الله. ده المكان نفسه مكان جميل جدا، ما بالك المعرض كمان. مدام امل، اخدت دوره جلد وجبت منتجات وعملتها، وجيت اول مره انزل معرض انزلهم فيه، فجيت هنا. مدام نيفين هاند ميد جلد وكده اهوت. محمد عوض، كنا واخدين دوره يعني وكده اهوت، وبنعمل بقى دلوقتي شنط كده اهوت من فوانيس رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. وبنعمل توك وبنعمل توك جميله، وبنعمل عربيات، وبنعمل كل حاجه ان شاء الله. صفية عبد العزيز احمد، بنقدم منتج جلد طبيعي هاند ميد. فاطمه عبد الرؤوف، شغلي كله جلد صناعي، هاند ميد بردك يعتبر.
زي كده وكده وكده. منال حسن، بعرض مخبوزات ولحوم مجمدة وخضروات. أمينة حميدو، أنا طالعة مدير عام على المعاش من القوى العاملة، وبدأت مشروعي ده بإكسسوارات، برفانات، حاجات برضو كلها برتوفيه. أنا اسمي سلوى حجازي. العرض اللي أنا بعرضه حاجات يدوية، تريكو هاند ميد، وبعمل إعادة تدوير للقماش، مثلا بعمل توك للأطفال. معاكم رحاب فواز، مصممة ومدربة هاند ميد كروشيه. أنا النهاردة نازلة بمنتجات علشان شهر رمضان، فعاملة أكتر من منتج للمناسبة ديت. في حاجات زي استندات المصاحف. أنا مدام أميمة، منتجاتي عندي ورق عنب، عندي كسكسي، وفي قطايف عشان رمضان، في عسل نحل، في حلبة معقودة. صباح الخير. احنا النهارده معانا منتجات ايفون وماي واي. في عروض حلوه قوي النهارده على ايفون وعلى ماي واي. دي شركه برفانات. ايفون شركه بولنديه، احنا كلنا عارفين شركات مستورده وبرفانات مستورده. انا سلمى. احنا بنبيع اباجورات ملح صخري من سيوه، وملح صخري بروايح فواحه من سيوه. الاباجورات للديكور والزينه، والملح بروايح مختلفه. محمد احمد. ده عندي عسل زهور الموالح، عندي عسل برسيم حجازي، عندي عسل جبلي مصري. السلام عليكم. انا مدام ندى بحر، المسؤوله الاقتصاديه في مؤسسه مشارق. مكاننا في شارع 45. احنا بنعمل دورات تدريبيه للست المعيله في الجمعيه. بنعمل مشاريع صغيره، بنساعدها ان هي تعمل مشروع صغير، وبنساعدها في التسويق بتاع المنتج بتاعها. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع